السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل اليوم جميع بعثات العراق في العالم بتحرير مدينة الموصل العزيزة أم الربيعين الغالية، ثاني أكبر مدن العراق، والتي عادت إلى حضن الوطن بعد أن سيطر عليها تنظيم داعش المجرم منتصف عام 2014. لقد ضحى أبناؤنا من مختلف المدن العراقية بأنفسهم لاسترجاعها من براثن الإرهاب الأسود، فقاتلوا موحدين لاسترجاعها وسالت دماؤهم على أرضها ليثبتوا للعالم أجمع أن العراقيين شعب حضارة وتاريخ. قاتلنا نيابة عن العالم أجمع وسحقنا أخطر تنظيم إرهابي يهدد استقرار الشعوب وسلامتها. انطلقت عمليات قادمون يا نينوى قبل 9 أشهر، وشاركت فيها مختلف الصنوف من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات البشمركة ومقاتلي العشائر، وكانت تأتمر جميعها بإمرة السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتوزعت على محاور متعددة وقاتلت وفق الخطة المرسومة للمعركة. حرصت عمليات التحرير على سلامة المواطنين والمدنيين بعد أن عمد التنظيم المجرم إلى استغلالهم كدروع بشرية. عناصر التنظيم بعدد كبير من الاعتداءات الجنسية على نساء الشيعة والإيزيديين في الموصل وتل عفر وسنجار، ويحرقوهن حد الموت أو يبيعوهن كسبايا. نزح من أبناء الموصل مع احتلال التنظيم للمدينة قرابة 2,000,000 نازح. بدأ التنظيم بتجنيد الأطفال فوق عمر 12 عاما للانخراط في صفوفه، فصيل والذي أسماه فصيل طيور الجنة، وأجبر بعضهم على القيام بعمليات قتل. اعتمد التنظيم على سياسة نشر الخوف والترويع وبث رسائل الرعب. أنشأ التنظيم منظومة إعلام واتصال متطورة تمكن من خلالها من تجنيد الآلاف من المقاتلين الأجانب. تم الاختراق الأول لمدينة الموصل من جهة الساحل الأيسر، وكان مسير العمليات سريعا جدا وناجحا. تم الانتهاء من تحرير الساحل الأيسر للمدينة بفترة قياسية بعد تهاوي كافة دفاعات تنظيم داعش. تم الاعتماد على جهاز مكافحة الإرهاب في أغلب عمليات تحرير الجانب الأيمن للمدينة. عمليات الجانب الأيمن كانت أكثر صعوبة وتعقيدا بسبب طبيعة الأحياء فيها والأزقة المتداخلة في المدينة القديمة والطرق الضيقة. لجأ التنظيم إلى اتباع خطة تفخيخ المنازل والاحتماء بالمدنيين بعد احتجازهم لاستغلالهم كدروع بشرية، وكان يقتل كل من يحاول الفرار منهم. مثل هذا الأمر التحدي الأهم لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، مما أبطأ من سير العمليات حرصا على المدنيين. لجأ التنظيم بعد محاصرته في المدينة القديمة إلى أسلوب الهجمات الانتحارية ضد القوات العراقية، وكان هذا من التحديات الخطرة التي واجهتها قواتنا البطلة. بعد محاصرة عناصر التنظيم داخل المدينة القديمة، قاموا بتفجير جامع النوري والمأذنة الحدباء، وهي من أهم صروح الموصل التاريخية. الأيام الأخيرة للمعارك كانت حاسمة، وكانت المواجهة فيها وجها لوجه داخل أزقة المدينة القديمة. أعلن عن تحرير الموصل مساء يوم الاثنين 10/7/2017 من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ومن قلب المدينة التي تجول في مناطقها المختلفة. التحدي الأهم هو جهود إعادة الإعمار والاستقرار للمدينة من خلال توفير البنى التحتية التي تضمن عودة النازحين. نحتاج إلى جهود دولية في مجال إعادة الاستقرار لقطع الطريق أمام عودة هذا التنظيم مرة أخرى. الحكومة المحلية لمحافظة الموصل، المحافظ مع مجلس المحافظة، سيكون لها دور إدارة المدينة. وشكرا.